اسمه ايه؟ توت. لا الغيب. انت قلت لي لو ما عجبتنيش اتوف. لا ابلعه ما لا. تاكلش تاني. ايه الكلمه ايه القرف ده؟ القرف ده يا ابني عايز اصور صورة. صوت حاجه عندي اللي عبد. بصور فيديو. ايه العبط ده؟ دي التوتة بتاعت الخروف. لا جماعة النهاردة هنشوف طريقة عمل المزازيك مزاليكيا العليقة. وده آخر بق قهوة. جماعة أنا لما بشرب القهوة والله العظيم بتحول، يعني بقيت بني آدم تاني. أقدر دلوقتي بقى بجد أصبح عليكم وأقول لكم صباح الفل وصباح الخير. حاسس إن أنا فقت كده. ده أنا لسه بقى هغسل وشي. ماما في إيه؟ ذبحت. نعم؟ في ذبيحه هنا. بص النهارده ثانية واحدة أصله يعني أنت بادئة اليوم من بدري ولا بتهيألي؟ لا مش بدري قوي يعني. كلمارة حبيبتي. ماما الناس كلها ما بيقولوا لي يعني ايه تقشر لك الزيتون، يعني ايه تقشر لك الزيتون، وجايبه لي الكلام. مفيش غير واحده بس ربنا يكرمها هي اللي وقفت معايا قالت لي لا انا بحب كلها يعني. النصيحه بتاعت التانية مين؟ اللي قلت لك اتجوز عشان نستريح. انت يا ماما عايزه تخليني، انت عايزاني اتجوز عشان تستريحي؟ اكيد كلكم تتجوزوا عشان استريح. نعم. ما ده راحه يعني ابقى مبسوطه وانتوا في بيوتكم. نعم. انا اخدم بابا بس. ماما انت بتقولي كلام لا تصدقي اتضايقت. ليه؟ ماما انا افتكرتك بتحبينا وبتعملي ده بحب. تتضايق لو انا قصرت وانتوا صغيرين، اقصر وانتوا كبار مش مشكله. ما علينا. تعالى شوف عملت لك ايه النهارده. انا شايف ان انت قعدتك على الفيسبوك كتير اوكي، وقعدتك كانت في مصر كتير اثرت اوكي. بس ثانيه واحده اوريكم بس ماما بتعمل ايه. ده اسمه ايه ده يا بولا؟ اسمه ايه ما اعرفش اسمه ومش عايز اعرف. ده اسمه علقه باليوناني، اسمه سيكوتاريا. ايه سيكوكاكاريا؟ سيكوتاريا يعني العلقه بتاعت الضاني بتاع الخروف. بس دي انا مش باكلها صح يا ماما؟ لا انا عامله لك حاجه تانية بس دي طعمه قوي لو دقتها. اسمها مزاليكيا. الطريقه مزاليكيا بتبقى حلوه قوي. مش المزاليك ده حاجه في مصر، اكله في مصر؟ في مصر بيقولوا عليها مزاليكيا. من ايام اليونانيين الجاليه اليونانيه ما كانوا بيقولوا عليها مزاليكيا. حتى تروح الجزار تقول له تعالي مزاليكيا. اوكي. انت النهارده هتعمل لنا هتوريهم طريقه المزاليكيا دي؟ ايوه ماشي. سهله وجميله. اوكي دي العلقه كامله. اوكي دي العلقه كامله اهي زي ما احنا شايفين. نبتدي نقطعها. طبعا انا غسلتها وحطيت عليها خل وشطفتها عشان تبقى ريحتها كويسه. اوكي بصي هو ده انت بتحاولي تعملي بتبرري بس انا برضو مش هاكلها. لا انت اللي خسران حبيبي. انتوا الشباب بتاع الايام دي مش بتاكلوا الحاجات دي، مع ان الحاجات دي كويسه قوي. اوكي نبتدي نقطع صغير. طب هو انت بتقطعي دي كبده يعني؟ بص دي الكبده. ايوه دي الكبده صغننه. بص بيبي. دي كبده ضاني صح؟ ايوه. نقطعها كده. وهقول لكم انا جهزت جوه ايه عشان السوا. نقطعها كده كل واحد حسب معايا مش مشكله. يعني بتقطعوا قطع صغيره. وما ننساش ان الكبده بتستوى قوام. في حاجات تانية بتبقى بتعوز اكتر وقت، عشان كده هنحطهم بالتدريج على النار. لو في اي جلد زياده انا بطلعه. في ناس عايزه تطلع الممبران ممكن تطلعه وهي حره، هو مش هيأثر في حاجه يعني. جميل جدا. ايه المفران ده بقى؟ دي الرقيقه كده، جلده رقيقه خالص. بص اهي دي. انا مش عارفه اطلعها عشان لابسه الجوانتي. والبسوا جوانتي اليوم ده لان لما بنقطع الحاجات دي بيخش في الاظافر بنتبهدل يعني. ايه؟ حلويات. دي الحلويات اسمها غليكافيا. ايه ده برضه حلويات باليوناني؟ غليكافيا. اوكي يا جماعه هو طعم قوي طبعا للناس اللي عارفه تاكل. الطريقه دي حلوه لان في طرق تانية اللي هي المحمره او الفريكاسيه بالطريقه اليوناني بيعملوها بالخس والوايت صوص ليمون. دي طريقه احلى طريقه دقتها وعجبتني قوي. اللي علمها لي واحد جزار الله يرحمه في مراقيه في الساحل، عم محروس الله يرحمه، هو اللي علمني الطريقه دي. محروس يبقى بابا نشوى. ايوه ماما عايزه اقول لك على معلومه. انت عارفه ان نشوى بتتفرج على الفيديوهات؟ لان مره لقيتها كانت كاتبه لنا كومنت وكده. فنشوى احنا بنبعت لك سلام، يعني ربنا يخلي لك بناتك، ويعني احنا بنحبكم قوي واخواتك وربنا يخليكم كلكم والله بجد.
الاكل بتاعكم فظيع، الاكل بتاعكم فظيع وجميل فعلا. بابا الله يرحمه هو اللي علمني الطريقه دي، وزي ما انت عارفه يعني مش هقول كلام كتير، ان انا لما باجي في الساحل لازم اكل من عندكم. انا بقى عندي سؤال تاني، يعني انت كنت بتدخلي المطبخ وتخلي الراجل يقعد يعلمك الاكل لا يعني؟ بص انا كنت في مراقيه، وهو كنت بعمل اوردر اكل وزهقت كل يوم اكل. بعدين قال لي لا انا هاكلك بطريقتي. راح هتعملي ايه؟ قال لي بصي عندي العلاقه دي انا هقعدي. فعلا دقتها جميله. راح واخدني من ايدي، قلت له اعملها ازاي يا عم محروس لو انا في البيت؟ راح قايل لي الطريقه وقال لي السر كله. وطلع فعلا طريقه جميله سهله سريعه وبتاكل. ماشي، انت دلوقتي بتقطعي ايه؟ الحلويات؟ انا قطعت الحلويات. اوكي، يبقى احنا قطعنا الكبده والحلويات، دلوقتي هنقطع ايه بقى دي؟ دي الرئه. ايه ده الرئه؟ ماما بتتاكل يا ماما؟ بصوا ده الزور ودي الرئه. تو ماتش ديتيلز، تو ماتش ديتيلز. بص القلب قلبي انا. جميل. طبعا قلنا كل حاجه ليها التسويه بتاعتها، يعني كله هيبقى في نفس الحله، بس هنقول ايه كله هيتحط بدري شويه. قطعي رئه واخر حاجه هيتحط الكبده. برضه بنقطعها ترانشات زي الكبده صح؟ ايوه. بصوا بقى ده الزور، في ناس بتاكله في ناس مش بتاكله. لما يتقطع صغير بيبقى وانتوا بتاكلوا بيبقى ايه؟ تحس كده. اوكي. مش عارفه احطه ولا لا. تحطي ولا انا كده كده مش هاكله. اوكي. انت بتساليني؟ لا حبيبتي مش هاكل الاكله دي، انا هطلب دليفري حبيبتي. لا عامله لك ملوخيه وفراخ. لا بتهزري. يس. طيب نقطع القلب. بصوا القلب صغنن ازاي. نبتدي نقطع القلب اللي هو ليه سوا تاني. ممكن اوريني بس انت بتقطعي القلب؟ اوكي اهو. برضو رفنع كده لان قلنا القلب هياخد سوا غير الكبده. دي الرئه بتاعت العلاقه، برضو هبتدي اقطعها صغير تبقى ملزلزه كده، حتى لما بتستوى بتبقى سبونج كده. هو بيقولوا عليها فشه، في فشه. مش الفشه دي اللي هي بتاعت المعده؟ لا هي الرئه. لما في بنشتري مثلا دلداني في فشه، تروح الجزار تقول له اديني فشه. الرئه بتاعت العاجل او بتاعت العاجل برضو بتتعمل بطريقه تانية. انت عارفه الفيديو ده المفروض نعمله يا ماما باليوناني؟ والله العظيم اليونانيين لازم يجربوا الطريقه دي. انا هما بيعملوا ده عارفين العلاقه وكله، بس بيعملوها فريكاسيه. عايزه مره اجيب خس واعمل الطريقه دي فريكاسيه. يعني فريكاسيه بتتعمل بالخس، هما بيعملوها بالخس. هي بتبقى خفيفه قوي، بتبقى الليمون صوص بطريقه تانية مختلفه خالص، بس انا بحب الطريقه دي بتاعت عم محروس. ترانشات صح؟ ايوه الطريقه اللي انتوا عايزينها. الطريقه اللي طبعا انا مش من الصنف اللي انا هحط الزيادات الجلد ده او بس لو حد عايز يحط ايوه كله بيتحط يا جماعه. ده بيه طعم جميل. هوريلكم كمان انا مجهزه ايه جوه في طبق التجهيز. ادوني 5 دقايق اقطع ده كمان ونكمل. انت بقى دلوقتي حطيتيهم في الحله دي. بص دلوقتي ده قسمتيهم. الكبده، ده الحلويات، اوكي، ده القلب، وده الرئه. طب والزور اللي بيعمل ايه؟ مش هحطه. ليه بقى؟ مش باكله. يعني اللي عايز يحطه برضو يقطعه نفس التقطيع؟ رفيع. ايوه. طب يا جماعه عشان ايه هي ماما ما حطتش الزور، فاللي عايز الزور هو شكله غريب شويه. اوكي كده احنا جاهزين. كل شويه شايفين، بس هطلع الكبده لوحديها دلوقتي في طبق لان هيخش على النار كله الباقي الا الكبده. اوكي يبقى كله هيدخل في النار ما عدا الكبده. ادي هو قسمناها. قلنا احنا قطعنا كل حاجه لوحديها، جهزناها في الحله اللي احنا هنبتدي نشتغل. ده كبده اخر حاجه هنحطها. انا جهزت ايه من الصبح؟ جهزت 2 بصله صغير، شويه توم، البصل قطعته كده، والثوم قطعته بايدي، وحطيت 1 طماطم، حطيت فلفل، ملح، كمون، شطه، كله ده شايفين؟ ملح وكده ولا لسه؟ ملح، فلفل، كمون، وشطه. حطيت قد ايه الكميات؟ لا الكميات كل واحده فاهمه كويس قوي الكميات دي. الكميه اللي هي بتاعت علاقه صغيره.
اوكي. في الاخر انا هحط كمان طب افرضي واحده النهارده اول مره تتفرج على فيديو قررت تعمل الاكله الغريبه دي لجوزها، فاهمه قصدي، ومش عارفه الكميات، فانت بتقولي كل واحده عارفه. يعني افرضي واحده مش عارفه. العلاقه دي كانت تقريبا ما كملتش كيلو. مهم. انا حطيت واحده طماطم متوسطه، 1 بصله متوسط، 4 فص توم او 5 فص توم كبار، ملح فلفل، هو ده العيار. هتلاقي انا سايبه طماطمايه على جنب عشان هشوف لو احتجت تاني هقطع عليها طماطمايه كمان. طيب ماشي. اوكي، بنحط على النار كده كله نايف نايف، مش هنتعب خالص. نحط الزيت، حط زيت. تجي كله ده حطيناه الاول لان عايز سوا غير الكبده. اوكي، نبتدي نقلب كده. طب هو ليه مش بيعمل عشان مش سخن لسه هيسخن. حطينا كل الحاجات اللي احنا قلناها ما عدا الكبده. ما عدا برضو كبده. بص انا حطيت زيت، مفيش حاجه، بنزل بعمله سوتاريزما يعني بشوحه بالعربي ينزل السوائل بتاعته. بص الريحه حلوه. انت طبعا هتقولي لا. انا كنت لسه هقول لك ريحه حلوه ريحه يعني. حلوه قوي لان انت حطيتي حاجه ولا لسه؟ ولا حاجه، بس هو اتشطف بميه وخل. اوكي، الخل ده بيعمل معجزات برضه. بصوا يا جماعه، بسيبه كده زي ايه اكني بحمره يعني لغايه ما ينزل السوائل بتاعته. في نفس الوقت قلنا مجهزين الحاجات اللي قلنا عليها زي مش كوكاردو تيتيب. اسمه ايه؟ كورتي لا الغيب كوستيتيب. لا الغيب لا انا قلت غلط. جوزة الدين. لا الغي ما بحبش هزار انا في الحاجات. جوزة السيف. مش كوكاري بالعربي يعني ايه؟ جوز التيب. بس الادب الا كرامتي ولا اخلاقي. بص لونه اتغير. بصوا يا جماعه، شايفين؟ اوكي، دلوقتي بقالنا بتاع 10 دقايق او ربع ساعه نزل السوائل بتاعه واتحمر. بصوا بقى لونه جميل، الله لونه ذهبي كده. هننزل بالكبده دلوقتي. نبتدي نقلب تاني، نشوح الكبده برضه. نقلبها كده عشان تروح كلها. الغريبه ان هي ريحتها حلوه بصراحه. ايوه، انت لو دقتها على فكره طعمها خرافه. مش طب اقول لك على حاجه، انت عارفه انا هعمل حاجه حلوه قوي النهارده. هدوق، يبقى اول مره ادوق الحاجه دي. اوكي دوق، ما عجبكش طلعه. بس انا بقول لك هيعجبك قوي لان هو طعمه حلو قوي يعني. بصوا يا جماعه، شايفين؟ نبتدي بقى خلاص نحط الحاجات دي كلها اللي احنا تاني جهزناها. بسرعه، الحاجات دي عباره عن طماطم، بصلايه متوسطه متقطعه كده بالايد. بصلتين قلتي؟ انا كان شو صغيرين عملت 2 بصلتين بس، لو البصله متوسطه او كبيره واحده. طماطم، ملح، فلفل، شطه، كله بنقلب مع بعض. في الاخر موسوكاري ده اللي هو ايه الموسيقى؟ لا. جوزة التيب. اوكي، بص كده اهو. هنحط ده عشان طلع كمان، مع ان هو ريحته حلوه مش محتاج، بس انا بس ايه عشان تناموا. نعم. اللي ياكل من ده بينيم. اوكي، شايفين؟ ياخد الطعم والروايح كده. هو هنحط شويه ميه نسيبه يقطع نفسه. هنحط شويه ميه اهو. مش ميه كتيره، مش ميه كتيره، هو كده شايفين كده يا دوبك كده اهو عشان يبتدي يستوى الحاجه. اوكي، وبنغطيه، نوطي النار ونسيبه ايه يستوى، يغلي 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 مع نفسه لغايه ما كل الصوص دي هتلاقوه قل والحاجه هنتاكد انها استوى نطفي عليها. كده حطينا الميه، نعمل كده وبنسيبه. اوكي، نسيبه يغلي. نسيبه يغلي لغايه ما يستوى.
ماما ريحه بتاع الاكل اللي طالع لغايه بره. بجد مش بتتريق؟ والله العظيم بتكلم بجد. طب ان شاء الله تعجبك كمان في الطعم. بص كده. بصي هنغير، ممكن ما ادوقش، ما اعرفش لسه. بصي اهي، بصوا احنا يا جماعه هي بتغلي نسيبها ايه تستوي زي ما قلنا عشان تشرب طب انت قلتي هتعملي فراخ وملوخيه النهارده ولا ايه؟ بص اقول لك الحقيقه، في ايه؟ انا عندي مشكله. لا بجد بجد، انا كنت مطلعه يعتبر كيسه مقفوله فيها فرخه كبيره واعمل ملوخيه ورز. عملت الرز وجهزت الملوخيه على جنب والتحديقه. دلوقتي لقيت مش بتفك الفرخه مع اني مطلعاها من الفريزر. بفتح الكيس ما لقيتوش فرخه. نعم. ما لقيتوش فرخه بجد. ايه؟ انا محتاره، لقيتها فاقده ضاني. انت مش عارفه الفرق ما بين الفرخه والفخده الضاني؟ كان في كيسه غامقه وما قريتش التيكت. يعني ايه؟ يعني مفيش مش عارفة فراخ أعمل وملوخيه إيه. ولا ايه؟ لا عندي شوربه، عندي شوربه فراخ للملوخيه. انا كنت هعمل الفرخه بالبرتقال والمستردة زي ما بعملها، بس دلوقتي لسه فوجئت عشان كده انا مستخبيه منك. مش عارفه اعمل ايه. ايه ده؟ طلعت ما هي واضح ان هي ماما مش فرخه. ايوه كانت كده، كانت كده. فهمت؟ بص وقعد اغسل في دلوقتي هتتخلوا كده. انت خليتيني اطلع اطلب الاكسبكتيشن النهارده، قلت بقى حاجه. وقلت لبابا، بابا قال لي بالبرتقال. ايه؟ بالبرتقال. اعملي له بقى فخده بالبرتقال. لا دي ليها عمايل تانية خالص. طيب سيبني دلوقتي. هتعمليها ازاي يعني؟ هحطها صينية في الفرن مشوية. اوكي اوكي ماشي يا ماما، شكرا. يعني انا هطلب دليفري يعني ولا ايه؟ لا لا، ده مش بتاكل انت ده زي التونتينيتا كانت عاملاه. ده اللي هو بقيه البتاع ده نعمل بيهم ايه بقى؟ الحاجات اللي انا مش بحطها قطعتها صغير. نستغلها في ايه؟ هنأكل القطط بتاعت الشارع. اوكي، يعني اروح احطهم للقطط بس بعيد، مش هنا عند الجنينه بتاعتي عشان ما يتلموش عليا، بعيد. دلوقتي بصوا الميه اهي بتقل، عشان كده مش بنزودها. اوكي قلت، حتى هتلاقيها بقت الصوص شايفين زي تقيله كده. طب ممكن اوري للناس؟ اوكي ولونها وريحتها. بصوا بقى هنشوف لو استوى كله. استوى، نجس كل حاجة هتبقى استوت، كل حاجة مستوية. اوكي هو كده ايه يعتبر جاهزة، شايفين؟ وهنطفي. نخلص الميه كلها؟ لا لا، يبقى ليها صوص عشان اوكي ماشي. انا هطفي عليها وهسيبها على السخونية بتاعتها. هي كده جاهزة. عايزين تعملوا جنبها بطاطس محمرة، عايزين تعملوا مكرونة، حلو يعني. بون ابيتي. بصوا يا جماعه، دي الفخده الضاني اللي احنا كنا فاكرينها فراخ، معلش دي المكسرات. بصوا ماما، دي مكسرات، وده الرز اللي هو بالمكسرات، رز بالمكرمل، ماما هي اللي عاملاه. تسلم ايدك يا ماما، هي اللي بتعملي احلى اكل. وبرصوا عشان برضو اللي ما بيحبش المكسرات، في برضو رز مكرمل لوحده. وفي اهم اكله بقى، فترة انت عمرك اكلت عليقه؟ باش فراخ. عمرك دقتها يعني؟ في مصمص قبل كده رحت. طب ماما عاملاها بقى، هنجربها النهارده ويبقى اول مره تدوق العليقه من ايدين ماما. اهو يا جماعه اللي ماما عملته، بصوا ده بعد ما ايه اهو بقى جاهز، وهنبتدي ندوق لاول مره. يا عم انت معلش، هو كده، هو الفيديو كده. دوقها انت بقى. انا هعمل يلا يا طنط، يلا يا طنط، الف هنا وشفا. ماشي ما تجيبهاش. بص ما تجبرش الناس عشان انا هحط لك في بقك بالعافيه ده. ايوه لا ما هو انا هجبره، هو الفيديو كده ندوق. انت بتضايق ازاي دي؟ كده هي قطعه خضار. ماشي معلقه. لا لازم، مش معلقه، انا عايزه بالعيش عشان اوكي اغرف لك. انا عايز اعيش. متحمس تدوقها يا طنط؟ يا اما بروتين وخلاص. انا خايفه لا يخلصها. طب هي ماما، مفيش. بصي احنا مش هنقول له هي عباره عن ايه، هنقول له بعد ما يخلص. يا عم انا عارف عليقه يا عم. ايه هي العليقه طيب؟ دي بتبقى بتشال من الخروف كده، هو كل ده زوره كل حاجه متعلقه من اول هنا كده. ايه ده صح؟ طب ما هو ده ولا انت عرفت الحاجات دي منين؟ هي مين اللي عرفت منين؟ حاجه مستخبيه مش يعني. ليها علاقه بالبروتين وتعرف. ما انا ما كنتش عارفه ليه. فين طبقك يا حبيبي؟ يلا تاتا يبتدي اول واحد يدوق العليقه من ايدين ماما. يلا انت معيش يا ماما. عيش. يلا يا تاتا ورينا، ها خد حبه حلوين. لا خد
ورينا انت اخدت ايه عشان انت ممكن تكون بتحور. اهدى بقى اهدى. صح. دي التوته بتاعت الخروف. لا هي تاتا. لذيذة والله. ايه ده عجبتك؟ لسه طعمها مبانش قوي. طب والله حلوة. بجد؟ انت حاطة بصل فيها؟ عشان طعمها شبه اللحمة البصل بحبها انا. بجد؟ طب دوق حته تانية بس حاجه تانية بقى. انا اكلت حتتين. خلاص يا عم كفاية مش قادر اكدب اكتر من كده. ايه ده بجد؟ يا ترى حلوه ولا لا عشان نعرف والله العظيم عادي يعني. نص نص. ولا حلوة ولا وحشة. عادي فاكر. ودلوقتي بقى هدوق انا لاول مره في حياتي وشكلها هتبقى اخر مره في حياتي العليقه. معلش. اسمها ايه باليوناني قلت لي؟ مزاليكا، وبالمصري مزاليكا. مزاليك، مزازيك. ايه ده؟ دي اكل الكباريه في اسكندريه. ايه ده؟ حبيت الاكله. للاسف ما فيش عيش فمش هينفع. بقى في عيش. اوكي انتوا عارفين ان دي والله العظيم هو اول مره. انا كنت كده. جميلة جدا جدا. ماشي اهو نبتدي. هناخد. انا حاطه لك قدامك حبيبي. ايه ده؟ لا انا عايز اخد من هنا من الحله عشان الناس. الفريج انت حاطه لي حاجه اختار اي حاجه صح؟ اي حاجه. انت جيت عند التوتة بقى بس. دي ايه دي يا ماما؟ دي كبده؟ حبيبي دوق حلو ولا وحش بعد كده هنحلل. والله دوق. ايوه افريدي دي مش دي كبده. قلب. انا ما باكلش القلب. او زور. لا أو ما- لوز. الزور ما حطيناهوش. ايه اللي بتقولوه ده؟ كل ودوق كله نفس الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ريحتها حلوه. يا عم لحمة جميلة. لا لحمه باليخني. انت قلت لي لو ما عجبتنيش اتف. لا ابلعه ما لا. تاكلش تاني. ايه ايه الكلمه؟ القرف ده؟ القرف ده. انت اخترت واحد عيش قد كده وفتفوته قد كده. ايوه ما خدش كتير ممكن تاخد فعلا. بالشوكه. صح. برافو. لا، وانا مش حاسس يعني هي عاديه. ايوه عادية كبده بقى. زي الكبده. ما انا حاسس اني اكلت كبده. ايوه. يعني خد الناشف خد الملزق خد كله هتحس بقى الطعم. نقي ملزلز بقى. ده ايه ده؟ انت اللزلوز. هاخد اللزلوزه دي ماشي. دقلوش. اهو دي يا جماعه لزلوزه. اوكي يلا هدوق. هنط. هدوق ها. اتفضل دوق. اهو. بس وحياة امك هدوقك انت كمان بالشوكه. يا عم دوق يا عم. اوكي. طب عايز اقول لكم حاجه دي قلوب. والله العظيم بجد عجبتني. والله طعمها حلو. ايوه بقول لك حلو لقيتها لذيذ الصراحه. ماريا جايه ماما. من بيراما من كاليفيا عشان تاكل الاكله دي. ماما بجد عجبتني يا وجع. بجد. والله العظيم طعمها تحفه. دوق ايوه من انت كله. عاملاها حلو الصراحه. والله حلوه ماما. انا اول مره اكل الاكله دي. كل يوم هعدي. وكده الفيديو يبقى خلص. لسه بس تاتا هيدوق بقى الشوكه. هات بقى دي. هات يلا الكاميرا. مع السلامه باي. هات. يلا مش هي حلوه جميله؟ والله تحفه انت قمر. قلت اللزلوزه. لا حلو قمر تحفه. سيب دوق. اهي خد واحده لزلوزه. يلا تاتا توت 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 توت. هات يا عم ايه. طب يلا سيب انا هاكلك والله عشان تدوق. جاهز يا تاتا؟ دي حته ملزلزه مدلدله. يلا قرب بس لحمه. من انا مخي بيترجمها لحمه خلاص. طيب لحمه. سمي الله الاول. سمي الله. سميت الاسم. افتح بقك كويس. شوية. خلاص لا يلا دي عارف ايه الرئه. ما اعرفش شبه الكبده. انا ما بحبش الكبده الصراحه يعني. امال في الشارع بتاكل ايه؟ ما باكلش كبده ما باكلش كبده. بتاكل ايه في الشارع بجد؟ لحمه مشويه عاديه. دي لحمه مشويه. لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه؟ لايك كومنت اند شير وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. كل عكل طعمها. بوس. وفي نهايه الفيديو احب اشكر ماما. تسلم ايدك. تسلم ايدك والله حلوه قوي يا ماما. بجد. والله العظيم عجبتني. كل الف انا وشفا. جماعه لا انا عجبتني يا جماعه وجربوا الطريقه دي هتعجبكم. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات
ولو عايزين تجربوا خلي ماما تعمل لكم اي حاجه يعني. بلاش. لا هبقى اصور لكم الحاجات الاكلات الجديده. يا رب الفلوج النهارده يكون عاجبكم. انا كنت فاكر ان انا هعمل فلوج بلا هدف، بس اكتشفنا ان الفلوج ده ليه هدف. الف هنا وشفاء علينا وعليكم.